السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا تاني وفيديو جديد يا جماعة الخير. تكملة للفيديو اللي فات. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا انا ازاي فزت في الهجرة، آه، وايه اللي حصل في الفترة الاولى من التقديم لحد ما عرفت ان انا فزت يوم تقريبا 10 او حاجة، تقريبا 10/5 يعني. تمام. هنتكلم النهاردة على ايه اللي حصل من بعد نتيجة الفوز لحين ما رحت السفارة وقابلت والكلام ده كله. تمام. طيب خلينا نقل مع بعض من البداية. طبعا انا عرفت ان انا فزت. المفروض ان في خطوة الدي اس بعد كده، او الملف اللي انت بتبعته على النت. كنت دخلت مليت الابليكيشن، استعنت بمكتب في القصة دي، ومش برشح للناس. انت لو حابب المكتب مفيش مشكلة، عايز تريح بالك انت بتقدر، يعني مش عايز تدوش دماغك الكلام ده كله، ممكن تروح لمكتب. لو انت الموضوع بالنسبة لك انت تقدر تعمله، وهو موسع له في فيديوهات كتير وناس كتير شرح القصة دي، انت ممكن تعمله عادي في البيت. طيب خلينا نبتدي من لحظة ما خلاص احنا بنينا الدي اس وعرفنا ميعاد المقابلة. تقريبا كنت منتظر ميعاد المقابلة، انا مكنتش عارف بالظبط، بس انا كنت منتظر الميعاد بتاعي ممكن يكون في شهر 1 أو 2. كان رقم يا جماعة الخير 14,450 تقريبا. تمام. السنة دي كانت المقابلات فيها ماشية بطيئة جدا جدا جدا. تمام. فالمفروض ان انا كنت هقابل يا في 1 يا في 2. يشاء القدير ان مقابلتي تكون في شهر 4. المهم احكي لكم بقى عن القصة اللي حصلت في المقابلة بتاعتي وايه اللي دار. خلاص المفروض ان انا جهزت ورقي، عملت الكشف الطبي بتاعي، الفيش، شهادة التخرج، كل حاجة، ورحت وثقت الورق كله، حتى اللي مش عايز يتوثق وثق. قلت ايه، اريح دماغي ويبقى ورقي كله جاهز ومتوثق، عشان لو قال لي موثق اقول له اتفضل. حتى كل حاجه عندي اتوثقت. تمام. المهم انا كان المفروض ان انا كنت في اخر النشره، كان النشره او اليوم اللي كانت نازله فيه كان المفروض ان انا هقابل في نهايه شهر 4. بعت ايميل للبتاع الكنتاكي اعرف مقابلتي هتبقى بكام. يعني قال لك انك ممكن مجرد ان النشرة ما تنزل ممكن تبعت ايميل هيردوا عليك. المهم قعدت 3 4 5 ايام، وبعت لما اتأخرت الايميل عشان يوصلني. انا بعت ايميل ليهم استفسر، لقيت مقابلتي يوم 5/4. متخيلين؟ مقابلتي يوم 5/4. انا كنت عامل حسابي ان انا هقابل في نهاية الشهر يوم 25 26 27 كده يعني. فهوب ايه ده، انتوا مستعجلين كده ليه؟ طب واحدة واحدة يا جماعة. المهم قلت مفيش مشكلة، خلاص انا كده كده كانت دنيتي كلها جاهزة. قبل المقابلة بتقريبا اسبوع، نايم في امان الله، حلمت ان في اللي انا رحت المقابلة وحصل كعبلة. يعني في حاجة مش مظبوطة، قايم من النوم مش مستريح، بوليس على حاجات كده، حاجات غريبة خالص. قمت قلت ايه، خير يا رب. المرة الاولى حلمت اللي انا ايه، رحت، والحمد لله رب العالمين كسبت في الهجرة وبتاع مش عارف ايه. طب المرة التانية ايه بقى مناسبة للحلم، الكعبلة اللي في الحلم دي، هل حقيقة، هل تحقق، هل في هتبقى اي مشاكل في المقابلة؟ فكنت قلقان. المهم اللي انا كنت عامل حسابي ومظبط ورقي كله والدنيا تمام. فرحت اليوم بتاع المقابلة، بقيت عند خالي في القاهرة. اخدت عربية الصبح بدري ورحت بقى عشان ايه، عند السفارة. فوصلت عند السفارة الساعة تقريبا 6:15. كان الجو برد اياميها، يعني كنا في نهاية الشتاء بس كان الجو برد اياميها. وقفنا هناك على النيل شوية، لحد الامن ما فتح اللي هو السياج الحديدي عشان تدخلك جوه الشارع. بتمشي من عند النيل وتمشي على ايدك الشمال، تاخد شوية كده وبعد كده تاخد شمال تاني تلاقي السفارة
الامريكيه على ايدك اليمين، لما تدخل الشارع الشمال هتلاقي السفاره الامريكيه على ايدك اليمين. المهم الامن دخلنا، جت الساعه 7 تقريبا، الامن دخلنا. بدات الناس تيجي، كان في ناس كتير جايه متاخره، فلقيت ناس كتير جدا واقفين قدام السفاره، قلت كل دول مهاجرين اكيد، لا يعني. ف تمام. فبسأل العسكري اللي واقف، قال لي مش كل دول هجرة، فيهم ناس سياحة وفي هجرة. قلت له طيب انا عايز نصيحتك بقى، عشان ايه؟ انا عايز ادخل بدري. قال لي عايز تدخل بدري؟ قلت له اه طبعا، يا ريت والله ادخل بدري. قال لي شايف المكان اللي هناك ده؟ قلت له اه شايفه. قال لي اول ما تلاقي ان حد طالع من السفارة وماسك في ايده ورق، نط بسرعة جري ووقف اول واحد. بعد على امل كده وقف اول واحد. قلت له تمام يعني كده بس؟ قلت له، قال لي اه تمام زي الفل كده بس. المهم بعدها بحوالي 10 دقايق، اقل من 10 دقايق، حد طالع من السفاره وماسك ورق في ايديه. انا بقى ايه، مسكت البتاع والشنطه في ايديا ومستعد للجري. فاول ما طلع من جوه ولسه جيت جري. جريت وقفت في اول واحد. قلت الحمد لله رب العالمين، كده تمام قوي وكده زي الفل كده، ان شاء الله ايه ندخل بدري. ويشاء القدر دخلت. فايه طلع لنا بقى ايه، قال لك ورق ارامكس اللي معاك والكلام ده كله. طلعنا الورق، استلمت الورق وقال لك ايه، خلاص كل واحد عرف ترتيبه يعني. فالمهم المرحله اللي بعد كده، اللي بعد ما تقف في اللاين بتاع ارامكس وتسلم ورق ارامكس والكلام ده كله، تبدا تدخل بقى على البوابه السفاره جوه. فانت بتدخل على البوابه، بيبقى فيه تفتيش دقيق جدا جدا جدا. فانت بتدخل بتلاقي بوابه حديد زي ما موجوده في المطارات، وفي موظفين مصريين واقفين على الشمال وعلى اليمين، وفي سير تاني بتحط يقول لك طلع كل حاجه معاك حطها هنا. انت بتطلع كل حاجه، هيقول لك معاك فلاشات، معاك ميموريهات، تليفونات، كل الحاجات دي بتتشال وتتحط بره، بياخدوها يحطوها عندهم في البتاع. بس خلي بالك، عشان في المفروض انت ما تدخلش بس السفاره اساسا، لان في بره بيقول لك اللي عايز يسيب حاجه يسيبها بره في مكتب بره، مكتب امانات بره، بتسيبها وبتدفع عليها 20 30 جنيه حاجه زي كده. المهم احنا لما دخلت البتاعه دي كنت ناسي كارتي ميموري معايا في الشنطه. المهم طلعوه يعني من الشنطه، تمام، وطلعنا كل حاجه وفضينا كل حاجه على السير والشنط بتاعتنا، وتمام وزي الفل. والمفروض احنا ندخل بوابه. انا وولادي دخلوا من البوابات، مراتي وولاد دخلوا من البوابه، وانا اخر واحد هدخل. فانا جاي بدخل صفرت، الجهاز صفر. فقلت خير. طلعت قالت لي فتش نفسك، شوف معاك حاجه كده ولا لا. فشكيت في الحزام بتاع طبعا الحزام برضو كنت قلعه بتاع البنطلون، شكيت ان يكون معايا حاجه حديد وانا ناسيها ولا حاجه. دورت مش لاقي حاجه، انا عمال ادور في نفسي واقلب وبتاع، مش لاقي حاجه خالص. جربت ادخل تاني صفر الجهاز، هوب لقيت الامن بيقول لي استنى اقف عندك، تمام احنا جايين لك. لقيت 2 3 جايين وماسكين الجهاز بتاع كشف المتفجرات ده وكشف البتاع ده، مش عارف ايه هو، وبمشيه عليا كده ايه، شوف عند رجلي ودماغي وبتاع كده. والاخر قال لي تمام عديت الجهاز صفر، بس دخلت يعني الحمد لله رب العالمين. فبتدخل جوه بقى بايه، طبعا انا كنت عارف من قبل، اصحابي اللي كانوا قبل كده قالوا لي هتدخل على ايدك الشمال وتاخد ايه طريقك وتمشي على طول هتلاقي النازله. فانا كنت عارف ان انا رايح فين من قبل ما ادخل السفاره. فالامر كان بالنسبه لي واضح شويه وريحني شويه. يعني السفاره كبيره جدا، مش متخيلين السفاره دي مش حته قد كده، لا فيها ممكن تتوه جوه يعني. فدخلت الحمد لله. كنت عارف طريقي الدنيا ماشيه ازاي. قابلت الموظف، اول ما بتدخل كده تلاقي موظف قاعد في الوش، بتسلم الحاجات بتاعتك، بيديلك رقم، بتقعد بالرقم ده تستنى دورك. تلاقي الرقم اللي انت خدته بينادوا عليه في شبابيك كتير كده مرصوصه بالعرض كده، وايه، وصاله كبيره واسعه كلها كراسي وبتاع. يقول لك استنى بقى يا معلم، لما يجي دورك هننادي عليك. اول ما بينادوا عليك بتاخد ملفاتك وورقك ودنيتك، ولو معاك حد مرافق ليك تاخده معاك، تقف على الشباك، هتطلب منك الورق اللي تقول لك عليه الورقه تديها لها من تحت شباك ازاز كده، في حته صغيره كده بتدخل منها الورق. المهم لا
تخيلوا كنت هتخض جدا ان انا شكيت ان بعد كل ده ان مش بتصور. اعيد الكلام تاني، فالحمد لله طلع ان هو بيصور، يعني كان الماوس واقف على المؤشر. مبدئيا فانت بتدخل لها الورق من تحت الازاز، هي بتاخد الورق وتبدا تقول لك انا عايزه كذا، اتفضلي انا عايزه كذا، لحد ايه ما تخلص تسليم الورق بتاعك، وتقول لك استنى بقى ايه لو احتاجنا حاجه منك تاني. بس اهم حاجه تكون انت بياناتك تمام، يعني تكون بياناتك موافقها قبل ما تروح الدي اس بتاعك تمام، والبيانات انت مقدم بيها لازم تبقى مظبط الاتنين مع بعض، عشان ما ينفعش تكون احمد محمد حسن هنا وفوزي محمد حسين في يعني انت عامل حاجتين مختلفين، فكده رفض فوري. تمام. فانما الحاجات البسيطه اللي بتبقى في غلطات بسيطه ممكن في، يعني شفت ناس عندها غلطات في تاريخ الميلاد، عدت حاجات في الاسم خفيفه، حرف اتنين بتاع عدوا. الحاجات دي عادي جدا يا جماعه، عشان الناس ما تقلقش. الناس انتوا فاهمين بس ان هم بتبقى الدنيا شديده قوي، لا لا لا، هو في حاجات كتير جدا بتعدي. هحكي لكم برضو عن موقف. حد صاحبي اعرفه هو حاليا معانا في امريكا، واكيد هو بيشوف فيديو، عمل سكانر لصوره قديمه معاه كده وهو في السعوديه، سكانر كده يعني، وعدت الصوره والحمد لله. الناس اللي عامله مشاكل على الصوره تمام، مش موضوعنا. فقعدت بقى مستني القنصل، طبعا رجليا وركبي بتخبط على الجيران، قلقان يعني القصه كلها، وكله عمال يطمني واقول له الدنيا تمام ما فيش مشكله وبتاع، بس انا قلقان يعني مش مستريح، يمكن عشان الحلم اللي انا حلمته، يمكن بس مش مستريح من جوايا، مش مستريح. المهم دخلت متحفز، نادوا عليا، كنت اول حد دخل، شباك 15، دخلت لقيت قنصل كان واقف، كانش قاعد، كان واقف وعمال يبص على الكمبيوتر، يبص لي كده، هو بص لولادي، هاي 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 للكل، كل واحد فينا تمام. فما قاليش تقسم، دي اول حاجه. لقيتني ما قاليش تحلف، المفروض انت بتدخل بيقول لك احلف ان البيانات دي تمام، فما قاليش احلف. فقلت اهلا، هي بدات بعدم حلفان. المهم كمل الاخر لما اشوف الدنيا فيها ايه. فالحمد لله قالش احلف، قلت تمام، عشان انا مع ان انا كده كده بياناتي تمام، يعني ما عنديش مشكله، ما كتبتش في اي حاجه خالص يعني، الحمد لله رب العالمين. وكنت مطمن ان انا بياناتي صحيحه، يعني انا ما عنديش عائق بالنسبه لنا ان هو حاجه تكون تديهم مبرر ان هو يرفضني. فقلت تمام، فداخل مطمن بس قلقان منه هو شخصيا. فالمهم انت سألني بقى، تخش بقى الاسئله المهمه، انت رايح فين؟ رايح عند مين؟ انت شغال ايه؟ مؤهلك ايه؟ تمام. انت لو لما تروح امريكا تشتغل ايه؟ هما 4 اسئله وبجاوب عليه بكل ارتياحيه، ما عنديش مشكله خالص. تمام. جينا للنقطة الأخيرة خالص، صمت يسود المكان، صمت رهيب تقريبا لمدة دقيقة، يبص في الكمبيوتر ويبص لي، يبص في الكمبيوتر ويبص لي. كنت عايز أقول له في إيه يا عم، خير طمني، في حاجة عندك ولا إيه؟ فالمهم كنت واقف على أعصابي، وشي بدأ يجيب ألوان. أنا واحد من الناس لما انفعل بيبان عليا الانفعال شوية، يعني تلاقي تعبيرات وشي بتتغير وبتاع، فبان عليا انفعال. المهم تمام. فمستني بقى للرد الاخير، قال لي ورقك، كلمني بالعربي المكسر، ورقك كله تمام. قال لي ورقك كله تمام. تمام. قلت له تمام يعني زي الفل، ايه موافق يعني، المفروض انه هيقول لي بقى مبروك. ولقيته حط ايده على جوازات السفر وجايبهم حاططهم فين قدامه، وزيهم يم بره كده بقى ايه جوازات السفر بتاعتنا قدامه بقى كده، يعني عشان جاهزين اللي هما يجولي. فساعتها بقى ايقنت من جوايا وحسيت ان في بلوى، يعني في كارثه بقى هاخدها ايه وانا مروح. وشاء القدر جبنا لي واحده موظفه مصريه، تعالي جت قالت لي، كلمتني طبعا بالعربي الفصيح، قالت لي ورقك كله تمام، بس احنا محتاجين نطلع ورقتين هو من معاه كده، ورقتين دول تملاهم وتبعتهم لنا على الايميل اللي احنا نديهولك، مكتوب بقى في الورقتين نفسهم الايميل، و هنكلمك تبعت لنا الجوازات بتاعتكم، هنكلمك تبعت لنا الجوازات بتاعتكم. فقلت اهلا اهلا وسهلا، يعني ايه انا كده خلاص لبست الجوازات السفر تاني هاخدها معايا. وشي اتقلب
180 درجة، 180 درجة، جاب الوان وبقيت مرتبك جدا جدا، مش عارف في ايه، ايه اللي حصل، ايه اللي بيحصل. انا ما عنديش اي مشكلة، انا ليه ادخل اجراءات ادارية؟ حاولت اتمالك اعصابي على قدر المستطاع ان انا ما يبانش عليا الكلام ده كله، بس كان انفعالاتي وتعبيرات وشي فطحاني يعني. فتمام، وقفت كده. فهي جت ردت عادي السؤال، قالت لي انت ما عندكش مشكله، كله تمام، بس احنا محتاجين منك البيانات بتاعت السوشيال ميديا، الفيسبوك وتويتر والانستجرام والحاجات دي كلها. المفروض ان انا ببعت البيانات، انت عندي ايميلات الناس ديت. يمكن كان ممكن نتكلم في فيديو بعد كده على إيه قصه الابلكيشن ده وايه الحوارات دي. بس هو مبدئيا الناس اللي دخلت اجراءات اداريه واللي بتسال القصه دي اسمها اجراءات اداريه. اجراءات اداريه ان هم محتاجين يستعلموا عنك انت تاريخك على السوشيال ميديا ايه، انت راجل بتميل للعنف، انت ليك انتماءات لجماعات ارهابيه، انت كذا كذا كذا، حاجات كتير جدا هم محتاجين يطمنوا عليها. اللي داخل البلد ده دماغه فيها ايه. فما ينفعش تكون انت لسه عامل ايميل اول امبارح وتكتب لهم ده ايميلي، كده بتشتغلهم رسمي. هم يعرفوا يجيبوك، هيعرفوا يجيبوك بارقام تليفوناتك، هيعرفوا يجيبوك باي حاجه ليك، بايميلاتك هيعرفوا يجيبوك. فما عندهمش مشكله، ده سي اي اي يعني، فمش هيغلبوا فينا يعني. تمام. المهم فانا ما فيش اي رد فعل، عارف اللي هو واقف مبلم كده ومستني بقى. طيب لقيتها بتديني الجوازات بقى في ايديا، قلت اتفضل هنكلمك تبعتهم على ارامكس. قلت تمام. اخدت وانا طالع بره خارج من السفاره، الموظفه اللي اخدت مني الورقه ارامكس لقيتها واقفه بره. فانا عايز اي حد يديني امل يعني، انا عايز اسال اي حد، ارجع له تاني اساله واقول له يا عم هو في ايه بس او حاجه. فالمهم سالتها لو سمحتي انا حصل معايا كذا 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 كذا. فضحكت كده قالت لي صلى على النبي بس يا ست على السلام، طمنيني ايه الدنيا. قالت لي في ناس كتير قبلك بنفس القصه واخدوا الفيزا، مفيش مشكله خالص، هي مساله حاجه روتينيه، وانت ان شاء الله طالما ما خدتش رفض في القصه دي فهي مساله وقت. فقلت الحمد لله رب العالمين. روحت طبعا كان من أسوأ الأيام في حياتي، لأن أنا كنت حاطط لنفسي أمل إن أنا رايح آخد الفيزا على طول، بس الأمر اتقلب 180 درجة، فعملت لي كعبلة، حاجات وترتيبات في دماغي وحاجات كتير جدا يعني. المهم مش بقول كده عشان أديكوا يأس ولا حاجة، بالعكس أنا بقول لك اللي أنت لما تكون رايح المقابلة حط لنفسك 50% 50%، بحيث انت لو دخلت اجراءات اداريه يبقى انت مستعد لها، يبقى انت بالفعل مستعد لها، مش حاجه جت عليك طرقه فتعمل لك كعبله وتعمل لك خلل بقى في اللحظه دي. مبدئيا الحمد لله رب العالمين، بعد ما طلعت وهي طمنتني قلت تمام مفيش مشكله خالص. بقيت اليوم ده في القاهره، وتاني يوم رجعت على البيت وانا عمال بدور املى الابلكيشن دلوقتي يا بعده. انا مش عارف، عمال بقى ايه دماغي عماله عايز اخلص بسرعه، عايز اخلص عشان الورق. يشاء القدر ان انا قعدت عبال ما بعت الابلكيشن ده تقريبا 5 ايام، وبعت الابلكيشن ووصل لهم تمام، والحمد لله رب العالمين. يوم الكلام ده كنا احنا زي ما قلنا ما اتفقنا في 4 يعني، تقريبا كنا وصلنا اليوم 10/4 او حاجة لما بعت لهم الورق. المهم يوم 28/5 28/5 لقيت التليفون بيرن الساعة 10 الصبح. انا مستني بقى القصة يعني، انا مستني كل يوم هيتصلوا بيا امتى، اتصلوا بيا امتى، اتصلوا بيا النهارده، اتصلوا بيا بكره، هيركنوني لحد اخر البتاع. فلا في حل. فقلت يا جماعه مش عارف، الواحد اعصابه يا ترى خلاص هترفض مش هترفض، هعمل هخلي. المهم يشاء القدر، يوم 28/5 الساعة 10 الصبح، لسه صاحي من ما كنت صحيت من النوم، كنت نايم حتى يعني، ما كنتش صحيت من النوم لسه. اقوم على تليفون بيرن، الو ايوه مين؟ السفارة الأمريكية معاك، عامر يوسف. أيوة يا فندم السفارة الأمريكية معاك، ابعت لنا الجوازات على أرامكس. هما دول الكلام اللي اتقال، بس جت قفل السكة إيه في وشي. فأنا مصدوم، أنا المكالمة دي أنا مستنيها من شهرين فاتوا يعني، شهرين إجراءات إدارية أنا مستني أعرف مصيري إيه ودنيتي إيه. يشاء القدر إن أنا زي ما قلت لكم اليوم ده بقيت قاعد على السرير كده، هما بيشتغلوني ولا ده بجد؟ فبصيت للرقم لقيت الرقم فعلا رقم القاهرة، ولقيته في الترو كولر طالع السفارة الأمريكية. فاحمدت ربنا وقلت الحمد لله رب العالمين، يبقى كده الدنيا تمام بالنسبة لي الحمد لله. لبست بسرعة، خدت الجوازات وطلعت على الأزاريطة، زبيتها في اسكندرية عشان أسلم الجوازات في أمريكا.
وصلت قبل ما يقفلوا بحوالي، كنا في رمضان، ايام دي كنا في رمضان. فالمهم وصلت، الدنيا طبعا حر جدا، وكانت صيام وبتاع ومش عارف ايه، فالواحد وصل فاصل يعني. رحت سلمت البتاع، قلت لهم هناك في الفرع السفارة طالبة مني الأمر ده كذا كذا كذا، واتفضلوا بقى. فسلمت الجوازات، والحمد لله رب العالمين بعد 3 أيام بالظبط لقيت بتصل. كنت عامل برنامج تتبع الجوازات بتاعتي، دخلت السفارة وطلعت تقريبا من 3 4 أيام بالظبط، لقيتهم وصلت السفارة. أخدت الجوازات بتاعتي، رحت الفرع بتاع الأزاريطة تاني، ورحت جبت الجوازات بتاعتي وفيها ال4 فيز ال4 أفراد بتوع العيلة. الحمد لله رب العالمين. وكانت هي دي اللحظة اللي أنا بتبتدي من عندها بقى إيه، مرحلة تانية. الفيديو الجاي أوعدكم إن شاء الله هشرح لكم إيه اللي تم من بعد ما استلمت الجوازات للحظة دخولي أمريكا. الحاجات اللي أنا بدأت بيها حياتي هنا بالنسبة كفرد أو كأسرة، في حاجات كتير جدا جدا هتستفيدها من الفيديو الجاي. انتظروا ان شاء الله، اللي هي مرحلة ما بعد ان خلاص انت مسكت الجوازات في ايديك، هتحجز تذكرة السفر. انا حجزت ازاي التذكرة، آه لما دخلت امريكا اتعاملت ازاي في المطار، ايه اللي حصل في المطار، ايه اللي حصل في قصة السكن، ايه اللي حصل في حاجات كتير جدا. اوعدكم ان شاء الله الفيديو الجاي هيكون فيه شرح لكل حاجة. انتظروني ان شاء الله، ربنا يوفقكم ان شاء الله ويبارك لكم كلكم قريب، الناس اللي ما سافرتش والناس اللي موجوده في امريكا، ربنا يوفقكم في حياتكم يا رب. ودعواتكم لينا للناس اللي في مصر بالتوفيق لينا هنا، وانا بدعي لكم من هنا ان ربنا يوفقكم. اشوفكم على خير يا احلى شباب في الدنيا. مع السلامه. عامر يوسف.